يا صباح الفل ويا صباح النشاط واليوم الحلو بيبان من اوله وصباح الشغل الكتير. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفي القناه من خلال الفيديو ده ما تنسيش تحطي لي لايك وما تنسيش تشتركي في القناه عشان عيلتنا تكبر بيكم وبحبايبي الحلوين كده. مين اللي قاعد يسمع جعفر العمدة ويسمع مسلسلات رمضان وناس الشغل اللي وراه؟ هو مين اصلا جعفر العمدة ده يا بنات؟ صدقوا بالله انا ما اعرفه اصلا غير من السوشيال ميديا. انا ما اعرفش المسلسل يعني بيتكلم عن ايه. تعالوا بس الاول اما اقول لكم اللي المهم هنا ايه، عشان لو حد عايز يعمل الفكرة دي في بيته. شايفين الورق ده؟ الورق ده رولات تقريبا 5 متر، انا مش فاكرة قوي بس تقريبا الرول من ده 5 متر. انا جايباه عشان اغير بشكل الحيطة دي، لان الحيطه ديت انتوا شايفين ان هي عليها ورقه مليانه ورد كده، فانا مش حابه الورد ده، وفي الوقت ده ما كانش موجود الا اللي فيه شغل كتير زي ما انتوا شايفين كده. فالمهم بقى اما لقيت حاجه كده ساده وحلوه كده قلت خلاص يلا هاتيها بقى وغيري شكل الحيطه كده وجددي كده وعيدي. يلا بقى قوموا كده اتنشطوا كده، من اللي لسه ما غسلتش، من اللي لسه ما نضفتش، من اللي عندها شغل وقاعده ركناه كده. قومي قومي كده اتنشطي وشوفي وراكي ايه، يلا اعمليه، ما عادش فيه وقت. حتى لو تعبانه كده قومي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم كده وقولي استعنت بيك يا رب، وتوكلي على الله، واول ما تبدأي ربنا هيديك الصحه وهتعملي كل حاجه بسرعه جدا. والله العظيم انا كنت تعبانه وما قادره اعمل حاجه وبادئه متاخر، واول ما بدأت ربنا اداني الصحه زي ما انتوا شايفين كده وعملت. لو انت تعبانه ما تقليش على نفسك او اعملي كل يوم حاجه. عايزه اقول لكم ان انا عملت الاوض كلها وخلصتها. كل يوم كده، يوم اخد اوضه، يوم اخد بلكونه، كده. اللي السجاد اللي عايز يتغسل اتغسل، والسجاد بتاع الاوض النظيف اتنفض حلو كده وشم الهوا، والاوض اتنضفت واتروقت كده بقت فله كده واتفرش تاني. دول بقى كانوا عايزين يتغسلوا، فضيت الطرقه زي ما انتوا شايفين كده، وقمت جايه ايه، شغاله على طول. وده شباك المسقط كان مليان تراب كده زي ما انتوا شايفين، قلت يلا نضفي بقى كله واغسلي الحيطان. ومسكت غسلت الحيطان حته غسله يا بنات. بعت بقى جبت كلور اهو هفضيه معاكم زي ما انتوا شايفين كده. الكلور ده سايب بس مركز جدا يعني. خلي بالكوا يعني لو هو نزل على اي حاجه من غير ما تخفيه بميه بيغير لونها، فاهميني؟ انا جبت الكيس زي ما انتوا شايفين كده، فضيته وهاخد منه شويه كده على شويه ميه، وهمسك الحيطان دي طول ما ايدي طايله. انا بغسل بالليفه دي. الليفه دي عامه مش بتاعه المواعين، الليفه دي بتاعه الحواض. الحوض يعني بغسل بقى الحوض بتاع الوش، فبغسل بقى الحيطان كمان. تمام. انما هي مش بتاعه المواعين، كل حاجه لها حاجتها كده يا بنات. تمام، خليكي شاطره كده ونصحى. وامسكي بقى طول ما ايدي طايله انا بدعك، طول ما ايدي طايله انا بدعك، ايدي ما تطولش. بمسك بالبتاعه دي الشرشوبه دي، وبمسح الحيطان من فوق بعصايتها وهوريها لكم. قومي بقى، اللي عملتي حاجه خلاص، انت شاطره وخلصتي بدري. لسه ما خلصتيش، قومي بقى تسلي. النهارده اوضه، بكره اوضه. قادره تعملي اوضتين مع بعض اعملي، بس ايه برضو حتى لو قادره ما تجيش على صحتك قوي، عشان فجاه مش هتلاقيها. يعني اعملي على مهلك كده. الشغل ما بيخلص، انما العمر بيخلص والصحه بتخلص. زي ما انتوا شايفين كده، والحيطان من فوق كمان. وعايزه اقول لكم ان السقف كمان اتمسح بيها وكله. اي حاجه كنت بنظف فيها بخليها فله بسقفها باوضتها كله، يعني الاوضه يبقى بالسقف بالحيطان بالسجاد بالدنيا كلها زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى بفتح السوشيال ميديا، كل ما افتح فيسبوك افتح يوتيوب افتح اي حاجه من دي الاقي جعفر العمدة. طب هو مين جعفر العمدة؟ مين يا ولاد جعفر العمدة؟ قالوا لي ده محمد رمضان. بسأل العيال ولادي يعني، قالوا لي يا ماما ده محمد رمضان عامل مسلسل. والله العظيم ما اعرف احداثه، ولا اعرف حتى إيه يعني ايه اللي فيه. بس انا عايزه اعرف هو البنات بيقولوا ان هو السبب، يعني بيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون وما بيقوموش يشوفوا اللي وراهم. هو ده حقيقي فعلا؟ هو ممكن المسلسل يشدكوا لدرجة ان انتوا ما تقوموش تشوفوا بيتكم ناقصه ايه وتعملوه؟ إيه بجد يا بنات؟ لا ما تخلوش الكسل ياخدكوا والشيطان ياخدكوا وتفضلوا قاعدين وناسين الدنيا كده. قوموا شوفوا وراكوا ايه اعملوه. يلا كل سنة وانتم طيبين يا بنات، رمضان خلص والعيد جاي علينا، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم الى الله اقرب. يعني السنة الجاية نكون اقرب الى الله من اكتر من السنة دي. انا حاسة عن نفسي انا ان انا مقصرة السنة دي شوية، يعني كصحة وصحتي يعني مش مساعداني على حاجات كتير. فان شاء الله السنة الجاية نكون احسن، ونكون عملنا حاجات كتير نكون راضيين عنها، وتكونوا راضية ربنا. دي اهم حاجة من اهم حاجة في الدنيا دي كلها.
المهم هنا يا بنات عشان ما تتوهوش مني، انا خلصت غسيل الحيطان خالص، وبعدين قعدت بقى جبت المشات كلها رصيتها فوق بعضها اللي عايزه تتغسل وبدات بيهم. وهنا كده دخلت اشوف الاكل، الفطار برضو كنت مولعه عليه جنبي. اللحمه لقيتها استوت طفت عليها، والسبانخ لقيتها لسه سبتها شويه. المهم يا بنات انتوا بقى في الايام ديت بقى عشان فيها ايام شغل، وفي ناس بتنزل تجيب هدوم عيد لاولادها. مش في ناس، هو اكيد كل الناس نزلت تجيب هدوم عيد لاولادها، كل واحد بيجيب بقى على قد ظروفه على قد امكانياته. من محل على قده، يعني على قد امكانياتهم بيدوروا فين المحل مثلا رخيص شويه يروحوا يجيبوا منه. يلا كل سنه وانتم طيبين، وكل واحد يفرح باي حاجه جابها. المهم بقى لو انت بتطبخي بقى كل يوم كده عشان نبقى ناكل اكل طازه في رمضان بنطبخ كل يوم، لا في الايام دي بقى زودي الاكل شويه وناكل ايه على يومين زي الايام العاديه عادي. يعني ايه المشكله؟ هتعملي ايه؟ هتزودي اكلك شويه عشان يقضيك يومين. عندك بقى سجاده وسخه اليوم اللي طبختي فيه بقى خلاص، اليوم التاني تنضفي تغسلي تنزلي الستاير، تنزلي مع اولادك تروحي تجيبي هدوم العيد، الحاجات دي. يلا كل سنه وانتم طيبين. المهم بعد ما خلصت بقى كده دخلت على المطبخ. انا لسه ما خلصتش بس انا عامله ايه، حاطه الاكل جنبي لان تاني يوم هيبقى عندي فيه جلسه، راح اعمل جلسه بتاعه علاج الطبيعي بتاعتي. فانا مش هينفع باجي من الجلسه متاخره، يا دوبك اسخن الاكل ونفطر بقى. تمام، فما ينفعش ان انا اروح وما طبختش، فطبخت اليوم ده جنب غسيلي لان تاني يوم مش هعرف اعمل اي حاجه، اصلا ببقى جايه مجهده اصلا من الجلسه، فاهمني. دخلت بقى طشيت الطومه كده وعملتها للسبانخ وسبتها تغلي غلوتين كمان، وبعدين قعدت شفت اللي ورايا وقمت طفيت عليها تاني كده، ايد هنا وايد هنا وعينك هنا وعينك هنا، تخلصي. ربنا يعيننا يا رب، ربنا يعين الستات كلها يا رب على اللي هم فيه وعلى شغل البيت اللي ما بيخلص. بصوا بقى الورق اللي انا بقول لكم عليه ده انا لسه هجربه، تمام؟ لو طلع حلو انا هقول لكم، ولو طلع وحش انا هقول لكم. لو انت عندك مثلا حيطه زي حالاتي كده مغلباكي ومبهدله لك الدنيا ومبهدله كل حاجه، فممكن اما انا اعمل الورق واقول لك هو حلو فتبداي على كده تجيبيه، تمام؟ هو يعني هو الناس بتشكر فيه قوي، فانا مش عارف هنجرب. لان انا اصلا الصاله دي دهنتها قبل كده وكلفتني كتير، وانتوا عارفين الدهان عامل ايه والصنايعيه والدنيا، وبرضو رجعت الرطوبه نطرت الدهان تاني، فمش عارفه اعمل ايه. فربنا يا رب يعني يفكها علينا ويفكها عليكم، وكل اللي نفسه في حاجة يعملها كده ويوسع علينا جميعا. واللي عايز يشتري بيت جديد ربنا يديله، واللي يشتري حاجة نفسه فيها ربنا يديله ويشتريها يا رب بحق الأيام المفترجة يا رب، احنا وانتوا يا رب. بص يا بنات ما تتحرجوش من حاجة وكمان مش ما تتحرجوش، يعني خلي عندكم قناعة الموجودة عندكم يكفي ويوفي، فاهمين ازاي؟ قولوا الحمد لله رضا، يعني الحمد لله على نعمة الاربع حيطان. في ناس مش ما عندهمش الاربع حيطان، الحمد لله. الحمد لله على نعمة الصحة، حتى لو انت تعبانة شوية الحمد لله. في ناس بتبات في المستشفيات، على طول احمدي ربنا، سواء حالتك اقل من اللي حواليكي او ازيد من اللي حواليكي، قولي الحمد لله. ما تبصيش حاجه في ايد غيرك، خليكي عينك في حاجتك انت، في نفسك انت، تفضلي مرتاحه ونفسيتك مرتاحه وانت مرتاحه. واللي يتعب نفسيتك ارميه ورا ظهرك، ما تزعليش نفسك، اهم حاجه نفسك وصحتك عشان بيعود عليكي وعلى ولادك، فاهميني اقصد ايه؟ في اليوم ده بقى كنت عملت لهم كمان عصير فراولة كده بالموز باللبن، ما كنتش بليت تمر، هم اصلا كده ولادي مش بيحبوا التمر، فخلاص بقى عملت في الخلاط سريعا بس ما صورتش معاكم. وكمان عملت زبادي وكده رضا قوي، وما عملت لهمش حلويات، يعني هو كان كفايه الشغل اللي في البيت ده. هو لو يبان بسيط بس هو تعبني انا، هو تعبني انا ماليش دعوه بقى، دول شكلهم صغير شكلهم كتير بس انا تعبت انا، فكان كفايه عليهم كده. وما عملتش لهم صوروا عشان كده ما بنزلش فيديوهات كتير على القناه. وعايزه منكم شير للفيديو مع اصحابكم او مع اي حد عشان عائلتنا تكبر بيكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.